فقبل ما نبدا، اهم شيء قبل ما تدخل القصه، اذا انك ما تصدق ولا شيء وما تبى تصدق بكيفك، تمام؟ انت في النهايه عزيزي المشاهد لك الاختيار انك تبى تصدق ولا ما تصدق. فانا مره ما راح يهمني رايك اذا انك قلت كذاب ولا صادق. انا بحكي لك القصه وانت عاد تستمتع، تخاف، سوي اللي تبغى. طولت عليكم في المقدمه، لايك سبسكرايب وخلونا نخش على طول. ايوه صح، البس سماعات. يلا خلينا نبدا. زي ما قلت لكم يا جماعة الخير، أحداث القصة هذه حصلت الأب هذا خلينا نقول عنه أبو نايف. أبو نايف من مدينة الرياض، ودائما لما نيجي وقت الصيف يحب يروح للمناطق الباردة، إما يروح للغربية اللي هو في الطايف أو يروح للجنوب عند أبها وكذا. إلين يوم من الأيام قرر إنه يشتري بيت، قال إما إني أشتري في مدينة أبها أو أشتري في الطايف. راح لعند زوجته وشاور زوجته وعياله، وفي النهاية قرر إنه ياخذ بيت في الطايف. اتجه هنا أبو نايف على مدينة الطايف، وبدأ يشوف أكثر من مكتب عقاري، يروح لهذا المكتب يروح لهذا المكتب، وكان بيدور على بيت يكون في منطقة استراتيجية وبيت سعره معقول وما يكون لا جديد ولا قديم، عشان يكون السعر مناسب ويبقى معاه فلوس عشان يقدر يرمم هذا البيت. وهو قاعد يدور من مكتب لمكتب يقول حصل البيت هذا كان موجود على منطقة مرتفعة، وكان شوية برا الطايف، يعني على ضواحي الطايف. لما راح يشوف البيت طالع كذا انصدم. البيت كبير يا جماعة الخير، يعني فيلا وعلى منطقة مرتفعة، ويقول مو معقولة بهذا السعر يكون. قاعد يفكر كذا بينه وبين نفسه، قال لا يكون هذا البيت يعني صيدة، اكيد هذا البيت عرطة وانا جاء على حظي. بس المشكلة انه هذا البيت قديم شوية. قرر انه يشتري هذا البيت، وبعد ما اشترى هذا البيت بدأ رحلة انه يدور على مقاول. فعلا دور من هنا لهنا وحصل اول مقاول. جاء المقاول شاف البيت، اتفق معاه، قال له كم بتاخذ مدة انك ترمم البيت؟ قال له اعطيني من شهر الى 3 أشهر، هذه المدة ان شاء الله اكون انا خلصت البيت واكلمك تيجي تاخذه. ابو نايف لما سمعه قال انه من 2 إلى 3 أشهر، قال حلو، يعني الشهر الرابع انا بجي هنا مع عيالي ويكون ما في مدرسة واقدر اخذ من دوامي اجازة، اجي انا وعيالي واصيف هنا في مدينة الطايف، وتعرفوا الجو معتدل في مدينة الطايف اوقات الصيف. المهم ابو نايف اتفق مع المقاول وقال خلاص انا بمشي على الرياض. فعلا اتحرك على الرياض. المقاول هنا مشي اول اسبوع، بعدين ثاني اسبوع، بعدها على طول اتصل على ابو نايف، قال يا ابو نايف والله انا اعتذر منك ولكن ما اقدر اكمل شغلي في هذا البيت. ليش يا ابن الحلال، ايش فيك، عسى ما شر؟ قال والله العمال هنا ما هم مرتاحين في هذا البيت او يقدروا يكملوا فيه. طيب يا ابن الحلال ايش صاير، ايش فيه، ليش العمال ما هم قادرين يكملوا؟ المقاول هنا ما حب يقول لابو نايف ابدا ولا تكلم في الموضوع. قال له خلاص ابو نايف ان شاء الله خير، برجع انا واشوف مقاول ثاني. بعد ما اعتذر منه المقاول الاول، رجع ابو نايف مره ثانيه لمدينه الطايف. يقول دورت على مقاول ثاني والحمد لله حصلت المقاول الثاني. بعد 3 أيام يرجع يدق علي المقاول الثاني ويعتذر، قال ما اقدر اكمل. ياهو ثاني مقاول ما يقدر يكمل ليش؟ يقول ابو نايف انا جيت هنا سالته ايش فيه، ايش اللي صار؟ قال المقاول انه العمال هنا لما كانوا يشتغلوا في البيت كانوا بيسمعوا اصوات وصراخ حرمه، وفي اشياء قاعد تتحرك في البيت فجاه، يعني تسمع لك كذا صفقه من اليمين، دبجه من اليسار، تسمع قزاز تتكسر. العمال هنا كانوا خايفين جدا وما قدروا يكملوا يشتغلوا في البيت. قال ابو نايف مستحيل، ممكن العمال قاعدين يتوهموا، يعني ممكن مع البويه ولا شيء يتصفقوا كذا بالريحه وسطلوا وقاعدين يتوهموا. قال المقاول العمال صراحه كانوا جدا خايفين واعتذروا وقالوا ما يقدروا انهم يكملوا في هذا البيت، وانا صراحه ما اقدر اجبرهم على انهم يشتغلوا. هنا المقاول الثاني انتهى معه. طبعا ابو نايف ما وقف على هذا الحد وقام يدور على المقاول الثالث. فعلا حصل المقاول الثالث واخذ الفيلا واشتغل عليها لمده 2 شهر كامله. خلص المقاول هنا الشغل واستلم ابو نايف البيت. طبعا كان فرحان جدا، يقول هذا البيت حطيت فيه دم عمري، كل ما املك دفعت فيه، انا ابغى يكون لي بيت في مكان حلو، وعشان كمان بعد التقاعد انقل من الرياض على مدينة الطايف. المهم ابو نايف وزوجته راحوا الى مدينة الرياض اللي هو في البيت، ويقول بدا يؤثثوا البيت، الكنب، التلفزيون، ورتبوا وجهزوا كل شيء في البيت، وقعدوا كم يوم في البيت. ويقول الوضع كان جدا طبيعي وما في اي شيء، وقاعد يفكر يقول ايش فاهم العمال، ايش اللي كانوا يشوفوه في البيت، يعني انا مستغرب، كانوا يقولوا لا ايش في اشياء تخوف، في اشياء تتحرك. بعدها هنا ابو نايف اخذ زوجته ورجعوا للرياض وقعدوا فتره، وجاء وقت الصيف وهنا بدات الاجازه. يقول اخذت عيالي
ورحت لمدينة الطائف وجلسنا في هذا البيت. ابو نايف كان عنده 3 بنات، اكبر واحدة عمرها 20، الثانية عمرها 18، الثالثة عمرها 17، وعنده ولد عمره 15 سنة اللي هو نايف. راحوا البيت وكانوا فرحانين جدا ومبسوطين، حطوا الاغراض رتبوها، اول يوم طبيعي، ثاني يوم طبيعي. يقول ثالث يوم يجيني ولدي نايف اللي عمره 15 سنة، يقول لي ابويا انا قاعد اشوف رجال يجي كل يوم في الحديقة الخلفية، رجال طويل كل يوم في الليل، واول ما اولع النور ما اشوف اي احد، بس اقعد اسمع اصوات في الحديقة الخلفية، ما في ولا شيء. قالوا لا يا ولدي شكلك تتوهم، لسه البيت جديد ما في اي حاجة. قال نايف لا يا ابويا انا اشوف هذا الرجال دائما كانه ظل اسود قاعد يمشي كل يوم في نفس المكان احصله. يقول ابو نايف انا رحت مع ولدي للحديقة الخلفية عشان اطمنه، رحت معاه الف يمين يسار ووريته انه ما في اي شيء، وقلت له انه البيت جديد وممكن انت يتوهم لك، وان شاء الله ما في الا كل خير، وانت اذا شفت اي حاجة تعوذ من الشيطان واقرا المعوذات وخلي نور الحديقة الخلفية شغال عشان ما تخاف. يقول ابو نايف الحمد لله طمنت الولد عشان لا يخاف، لكن في شيء هنا زوجة ابو نايف ما كانت تقول له، او بالاحرى ما علمته. يقول ابو نايف البنت الوسطانية كانت ما تيجي تاكل معانا او انها تجلس معانا، دائما طول الوقت قاعدة في غرفتها لوحدها، الين ما جاء ذاك اليوم. يقول كنا جالسين في الصالة الا فجأة نسمع صوت صراخ قوي من عندها، البنت قاعد تصرخ بصوت عالي. ابو نايف يقول كلنا قمنا فجأة ونروح على غرفتها جري، نفتح الباب نحصل البنت قاعد تنتفض في الارض وطايحة في الارض وما تتكلم ولا تقول اي شيء. يقول جينا عندنا نصحيها يا بنت يا فلانة قومي قومي، يقول صايرة ما ترد ولا تتكلم، ثابتة ومصلبة في مكانها. بدأ هنا يقروا عليها ويقروا عليها المعوذات ويقروا عليها آية الكرسي، لين البنت بدأت تنتفض ورجعت لوضعها الطبيعي، وهي تطالع فيهم كذا يمين يسار، يسألوها يا بنت ايش فيك ايش صار لك؟ برضو البنت ما قاعدة ترد. المهم الام هنا مسكتها وقاعدة تقرا عليها لين ما هدأت، وقاعدين يسألوها وبرضو لسه ما هي راضية ترد. جلسوا على هذا الحال يوم يومين 3 أيام، لين اختها الكبيرة دخلت عليها وجلست تتكلم معاها وتسولف، ومع الكلام والهرج سألتها قالت لها ايش صار معاكي ذاك اليوم؟ ردت البنت وقالت لها احنا اول ما جينا هذا البيت انا لما نمت على السرير حسيت انه في شيء جالس جنبي او في شيء نايم جنبي، وكان يكلمني وانا اسمع له وما ارد عليه، وكنت خايفة، ويمشي اول يوم وبعدين ثاني يوم الين ثالث يوم بديت اتعود عليه، وكان كلامه حلو وكان يخليني احس بالامان ومرة انبسط، وكان يتغزل فيني ويقول لي كلام مرة حلو، وبعدها بديت انا ارد عليه واتكلم معاه. اختي الكبيرة هنا طالع مستغرب قالت كيف تتكلم معاه؟ قالت البنت احيانا اتكلم معاه ويجيني في الحلم، واحيانا اغمض عيوني وانا اكون كذا يعني داخله في النوم واقعد اتكلم معاه. اختي الكبيره طالعت فيها قالت لي هي تعوذ من الشيطان، ترى ممكن هذا حلم وممكن انك توسوسي، ترى ما في هذه الاشياء. لما اختها الكبيره قاعده توبخها بالكلام وتقول لها لا تقعد تسوي كذا ما في شيء، اقعدي معانا تعالي عندنا، هذا الكلام خرابيط اللي قاعد تقوليه ما يصير. البنت الوسطانيه تطالع في اختها تقولي طالع في الزاويه هناك، طالع هذاك هو جالس تكلمينه وهو يطالع فينا. الاخت الكبيره هنا تطالع في اختها مفجوعه وتطالع في الزاويه، كانت مره خايفه ومره مفجوعه، وعلى طول هنا خرجت من الغرفه تجري راحت الين عند امها وعلمتها بالقصه كامله. الام على طول هنا قامت وراحت الين البنت الوسطانيه وقالت لها يا بنت ما يصير هذا الكلام، اتعوذي من الشيطان واقري القران، صلي واقري المعوذات، ترى ما يصير كذا. البنت كانت بس ترد طيب حاضر طيب ابشري طيب، وما كانت تسوي ولا شيء. ابو نايف يقول هنا زوجتي للاسف ما علمتني ولا قالت لي ايش اللي يصير في بنتي، الين بكل اسف اتمكن من بنته، واللي بمعناه انه هذا الجن اتلبس بنته. اليوم الثاني يقول بنته الكبيره اللي عمرها 20 سنه كانت قاعده في الصاله الساعه 11 في الليل، كلهم كانوا نايمين الا هذه البنت كانت جالسه في الصاله وتتفرج على التلفزيون، الا فجاه البنت هذه قاعده تصرخ صراخ بصوت عالي وكانت تجري زي المجنونه بشكل هستيري، الين طلعت عندهم فوق. هنا الاب خرج مفجوع وكلهم خرجوا وطالعوا فيها سالوها ايش فيكي ايش بك ايش اللي صار؟ قاعد تقول هي خايفه في رجال تحت عند التلفزيون في رجال تحت. ابو نايف يطالع فيها قال كيف؟ قالت انا كنت جالسه على التلفزيون الا اشوف في الركن رجال وجهه قبيح ولونه اسود ويطالع فيني ويبتسم ابتسامه خبيثه زي كذا. تقول انا كنت طالع فيه وصرخت وعلى طول جيت لعندكم. اوه ماي جاد، تخيل واحد في الزاويه كذا وجهه مرعب ويطالع فيك ويبتسم.
جانا صداع. ابو نايف هنا بيمسك بنته وقاعد يهديها، ايش في خلاص تعالي يا بنتي معايا خلينا نشوف، تعالي وريني. لما نزلوا كان الوضع جدا هادئ وما في اي شيء. سأل بنته يا بنتي فين الرجال انا ما اشوف اي شيء. قالت في هذا الركن. هنا ابو نايف بدأ يقرا وزوجته بدأت تقرا وكلهم قاعدين يقروا على نفسهم. قال ابو نايف لبنته ان شاء الله خير يا بنتي وما في اي شيء، ولكن للاسف انه بنته كل يوم قاعده تسوء حالتها بشكل تدريجي. بعدها بكم يوم ام نايف راحت هنا البنت هاي اللي منعزله وما تيجي معاهم في الاكل وكذا، تقول له راحت لين عند الغرفه حقتها وفتحت الباب وكان النور مقفل والغرفه كانت ظلام. طالعت على السرير حق بنتها الا يا جماعه الخير تشوف في بسه نايمه، في بسه نايمه جنب بنتها وفاتحه عيونها وعيونها قاعد تلمع. البسه لونها سوداء. الام هنا انفجعت وقالت بسم الله الرحمن الرحيم ولعت النور على طول. اول ما ولعت النور هنا البنت على طول قامت من السرير قالت لها امها ايش بك انت ولعتي النور علي؟ الام هنا صرخت وقالت هي ايش تسوي هنا؟ ايش البسه اللي كانت جنبك هنا؟ وين راح؟ البنت قاعد طالع في امها تقول لها اي بسه سوداء وينها؟ ما في اي شيء هنا، الظاهر انه انت بديت توسوسي والبلا فيك. الام هنا انجلطت وانصدمت من الموقف انه وين اختفت البسه اللي كانت موجوده هنا. ام نايف هنا رجعت لزوجها وهي من نهار الساعه 1 الليل. طالع فيها ابو نايف قال لها ايش فيكي؟ ايش بك؟ قالت دخلت انا على البنت وكان النور طافي وشفت بسه سودة موجوده هناك، واول ما ولعت النور اختفت البسه والبنت تقول البلا فيني وانا شفت البسه جنبها. تكفى يا ابو نايف روح واتكلم معاه وشوف ايش وضعه. يقول ابو نايف اخذ نفسه وراح لين عند بنته وجلس جنبها وقعد يتكلم معاه، وهو يتكلم معاها يقول اطالع فيها وجهها كان مره غريب وعيونها كذا غريبه مفتحه وعيونها حمراء كانها ما هي بنتي حرفيا. قال ممكن هنا انه دحين يعني الساعه 1 الليل ممكن انها تعبانه ممكن انها سهرانه فما عليه. رجع ابو نايف لزوجته وقال لها ترى ما حصلت اي شيء وما في قطو وما في اي حاجه. قالت ام نايف والله العظيم اني انا شفت القطو بام عيني وانت عاد بكيفك، تبى تصدق ما تصدق بكيفك، لكن انا شفته وما اقدر اني اقول توهمته. في نفس هذه الليله ام نايف ما قدرت تنام من الخوف. قام اليوم الثاني هنا جاء ابو نايف كلم بناته وولده وقال لهم يلا يا جماعه احنا لنا فتره هنا ما خرجنا ولا شيء فخلونا نخرج نتمشى في الطايف مع الاجواء الحلوه وكذا. طبعا البنت الوسطانيه كانت تقول انا ما بخرج ابى اقعد في البيت. ابو نايف هنا قال لها انت بالذات والله العظيم انك لا تطلعي لازم تطلعي. في النهايه خرج بنته بالغصب، يقول بالغصب خرجناها. طبعا كلهم طلعوا الا ولد نايف قال يا ابويا انا ما بخرج ابى اقعد في البيت هنا والعب بلاي ستيشن وكذا. قال ابو نايف مو مشكله خلاص ولد كذي رجال تقريبا ويعني ما في اي شيء ما في بلا الولد. قال ابو نايف خلاص انت اقعد هنا يا ولدي واحنا بنروح نتمشى. راح ابو نايف يتمشى هو وبناته وزوجته. يقول قعدنا الين الساعه 9 العشاء واحنا راجعين. اول ما دخلنا البيت الا قاعد اسمع ولد نايف يصرخ بصوت عالي. انا قعدت اجري على طول وادخل على البيت وزوجتي كمان وراي قاعد تجري وهو لسه يصرخ. اول ما دخل الصاله يحصل نايف مطروح على الارض وكذا كانه قاعد ينازع ويصارخ بصوت عالي مره. المنظر كان مره مرعب بالنسبه لهم. يقول ابو نايف جيت على طول لعنده وبديت اقرا عليه وقاعدين نحصن انفسنا كلنا ونحاول نحصن ابننا. قاعد يقرا عليه يقرا الين ما بدا هنا نايف يهدأ شويه وبدا يرجع لطبيعته. بعد ما هدأ هنا ابو نايف كلم ولده وقال له يا ابني ايش فيك؟ ايش اللي قاعد اشوفه هذا قبل شويه؟ بدا هنا نايف يتكلم وقال انتوا لما رحتوا تتمشوا انا قعدت كنت العب بلاي ستيشن الين على الساعه 8 كنت العب بلاي ستيشن بشكل طبيعي الا فجأة كنت اسمع صوتك يناديني. نايف يا نايف قاعد تناديني وانا قاعد العب. كان يقول انه هذا صوت ابويا قاعد يناديني. معقول انه اهلي رجعوا وانا ما كنت منتبه؟ يقول نايف هنا حط يد البلاي ستيشن وبدا يطلع الدور اللي فوق لسه الصوت قاعد يناديه وقاعد يمشي الين على جهه الصوت ولسه الصوت قاعد يناديه. يا جماعه الخير يا نايف يناديه يمشي عليه الين ما قرب لجهة الصوت وكان في غرفة النوم. فتح غرفة النوم هنا وكان النور مطفي. اول ما فتح النور ما كان في اي شيء. هنا خاف وما يدري ايش يسوي. قال ممكن فعلا انا قاعد اتوهم او شيء، فقفل النور قفل الباب ورجع تحت بشكل طبيعي يكمل يلعب. الا يا جماعة الخير مرة ثانية الصوت قاعد ينادي نايف تعال يا نايف. ينادي. نايف هنا حط اليد مرة ثانية ورجع يطلع على فوق. قال انا مستحيل ممكن انا ما انتبهت ممكن انهم جو. طلع لفوق كان بيدور على مصدر صوت ابوه. يقول ادور على مصدر الصوت مكان النداء الا الصوت يجي الله يكرمكم جماعة الخير من الحمام. الا شوي وانا قاعد اقرب من الحمام قاعد اسمع صوت المويه كمان. في مويه قاعد ترطش من الحمام وفي نفس الوقت قاعد اسمعك تناديني يا ابويا. نايف
نايف تعال يا نايف. هو يمشي وقاعد يناديه الين ما قرب لباب الحمام. اول ما وصلت عند باب الحمام هنا سمعت صوتك يا ابوي وانت تضحك. هنا ارتعب نايف وانفجع. بعد ما خلصت تضحك كنت تناديني تقول يا نايف تعال افتح الباب. يقول انا كنت متاكد انه هذا صوت ابويا، في نفس الوقت صوت المويه قاعد تصب في البانيو. فهنا نايف اتاكد انه ابوه موجود في الحمام. هنا فتح نايف الحمام وكانت الصدمه يا جماعه الخير، النور كان مطفي وشاف انه ما في اي احد. قال يبي اتاكد، ولع النور برضو ما كان في اي احد. طيب من وين مصدر الصوت؟ الاصوات هذه اللي بيسمعها، الكلام اللي بيتكلم، الشخص اللي بيناديه اللي يقول له افتح الباب يا نايف، صوت ابوه، الضحكات، ولا شيء كان موجود الا يا جماعه الخير البزبوز كان شغال على البانيو وكان قاعد يعبي البانيو. كان نايف جدا مرعوب وخايف من الوضع واستغرب جدا. راح وقفل البزبوز وقال ممكن احد من اهلي تركه او نسيه وخرج. المهم خرج من الحمام، قفل ورجع نفس مكانه تحت. اول ما نزل هنا نايف وكان قاعد تحت اللي يسمع صوت خطوات فوق في الدور الثاني. يقول قاعد اسمع صوت واضح، في احد فوق، في خطوات، في انسان قاعد يمشي فوق. اتعوذ هنا من ابليس وعلى طول طلع اللي فوق يطالع يمين يسار، ما كان في احد. قال هنا نايف البزبوز ممكن اهلي نسيوه، لكن صوت خطوات هنا ايش فيه؟ هذه المره نايف ما نزل لتحت، لا راح اخذ نفسه ودخل على الغرفه اللي هو في الدور الثاني. يقول وانا قاعد كذا على سريري مقفل الباب كنت فجاه الا الباب يدق بالقوي، دوف الباب قاعد يدق بالقوي وانا قاعد كذا مربوش خايف. ايش فيه؟ الباب قاعد يدق بقوه وقلبه كان مره ينبض بقوه كانه في واحد يبي يكسر الباب من كثر الدق. يقول واحد يدق الباب دوف يا الله ايش فيه؟ ايش اللي قاعد يصير؟ هنا كان مرعوب نايف مرة، ولكن مسك نفسه ويبي يعرف مين اللي قاعد يدق الباب، مين اللي قاعد يدق الباب بهذا الشكل. استجمع هنا قوته وقاعد يروح الين جهة الباب ويمشي بشويش وهو مرة خايف وانفاسه كانت تطلع بزيادة، مرة خايف. الين ما وصل عند الباب هنا وقف من الضرب، فتح الباب ما حصل اي احد. قال نايف هنا انا ما ينفع اقعد في هذا الدور، الوضع جدا مرعب، لازم انزل تحت وانتظر اهلي هناك. فعلا نايف هنا نزل لتحت وشغل التلفزيون وقاعد ينتظر اهله وهو يتفرج. نايف هو قاعد كان على التلفزيون يتفرج. يقول حسيت انه في احد ورايا، قاعد احس بانفاس، في احد ورايا، في حس ورايا يبي يطالع ويبغى ما يطالع. كان مره مرعوب نايف. يقول اول ما التفت ويطالع على ورا يقول يا ابويا حصلتك انت، ولكن بهيئة غريبة جدا. كان وجهك جدا بشع ونص وجهك كذا محروق. نايف كان ما هو قادر يمشي من مكانه او يتحرك حتى. يقول قعدت ثابت في مكاني واطالع كذا من الجنب خايف مرة، وبدأ يجي عليه شوية. الرجال هذا او ابو نايف اللي نص محروق جاء الين عند نايف ومسكه وبدأ يضرب. يقول فهذاك الوقت لما كان يضربني وماسكني انتوا في ذيك اللحظة دخلتوا البيت وشفتوني بهذه الحالة. وفعلا هنا ابو نايف يطالع في جسم ابنه يبي يشيك اذا في ضربات، اذا في شيء، الا يا جماعة الخير من جد في اثار ضرب. هنا ابو نايف انفعل بشكل جدا كبير. يقول عصب مرة وما توقع انه سالفة الجن هذه بتأذي عياله وبناته. اتحرك هنا في البيت وقاعد يدور الدور الثاني، الدور اللي تحت، يقول اذا انت رجال اطلع اذا انك رجال. قاعد يدور على الرجال اللي كان يشبهه واللي قاعد يضرب ولده نايف. ايش قاعد تسوي في بيتي؟ ايش اللي جلسك هنا؟ قاعد يفرفر البيت كامل، فوق تحت يمين يسار، ولكن ما في اي اثر. دور في كل مكان، حتى في الحوش، حتى في الحديقة، ولكن ما حصل اي شيء لما تعب. وبعدين رجع للصالة عند بناته وعياله. يقول وانا قاعد بنتي ذيك اللي كانت منعزلة واللي ما كانت بتيجي عندنا وقت الاكل وكذا كانت بتطالع فيني بحقد زي كذا، وكانت جدا زعلانة ووجهها جدا غاضب وتطالع فيني بحقد مرة. وكلمت ابوه قالت له انت ايش اللي تدور عليه؟ ليش تدور عليهم؟ لا تدور عليهم، تراهم بيجوك، تراهم حيجوك. كانت بتكرر هذه الكلمة طول الوقت، لا تدور عليهم، ترى حيجوك، لا تدور عليهم. يقول هنا ابو نايف زوجتي وبناتي كانوا خايفين ولا قدروا يتحركوا، ولدي نايف كمان نفس الشيء ما قدر يتحرك ومكسر، وانا كمان ما انا قادر ارفع جسمي واقوم. هنا بالعافية قام ابو نايف يبي يروح لبنته لانه قاعد تصيح وتكرر نفس الكلمة. يقول ابا سكتها، صوتها مرة عالي. رفع يده ويبي يضربها، خلاص اللي هو ازعجتنا وتكرر الجملة هذه. اول ما جاي يضربها يقول مسكت يدي. يقول ابو نايف والله العظيم ما انا قادر احرك يدي، ابغى اضربها ما انا قادر. يقول بالقوة حاولت اني افك يدي وفعلا فكيتها وابغى امسكها خلاص اهدي، الا فجأة تيجي البنت تدف ابوها بالقوي. يقول ابو نايف دفتني دفة قوية لين ما
ما طحت قدام بناتي وولدي. وبدأوا هنا كلهم موجوعين وخايفين، وكلهم بدأوا يقروا على بنتي، قعدوا يقروا على بنتهم إلين ما بدأت تهدأ. بعدها هنا قام أبو نايف ويطالع كذا في الوضع جدا غريب. بنته ما أدري إيش فيها، صار فيها بلا، ولده اتلطش ما أدري من مين، وزوجته وبناته خايفين جدا، والوضع جدا سيء. قال أبو نايف هنا خلاص والله العظيم ما في قعدة في هذا البيت نهائيا. قال لهم خلاص من دحين جهزوا أغراضكم ومن بكرة نروح للرياض. يقول جهزوا أغراضهم ونام هنا أبو نايف. في ذيك الليلة لما نام يقول جاء حلم جدا جدا سيء وجدا مرعب، واللي هو يا جماعة الخير وهو نايم جته حية كانت تلتف من رجوله إلين رقبته، حية، والحية كانت تيجي إلين عند وجهي، وكنت أسمع فحيح الحية اللي هو يا جماعة الخير نفس هذا الصوت زي كذا. يقول طول الوقت كنت اسمع هذا الصوت، وكانت بتقول الحية وين طالع؟ ترى ملكناك انت وبيتك، ما انت طالع من هذا البيت ابدا. يقول ابو نايف انا كان هنا ايماني جدا قوي بالله، وبديت اقرا الين ما انفكت مني هذه الحية. بعدها هنا ابو نايف سمع اذان الفجر. يقول على طول هنا قمت بديت اتوضا ورحت للمسجد القريب مننا. راح للمسجد صلى، خلص الصلاة خرج من المسجد. يقول لما خرجت حصلت شايب كذا هناك موجود. يقول راح لين عند شايب بدأ يتكلم معاه ويسأله عن البيت اللي ساكنين فيه. قال له ايش سالفة هذا البيت؟ انا موجود جديد في هذا الحي وسكنت فيه. طالع فيه الشايب وقال له انت اللي ساكن في هذا البيت؟ قال له ابو نايف اي نعم انا ساكن في هذا البيت جديد. قال له الشايب عسى ما شر، هل فيك شيء؟ ان شاء الله ما صار لك شيء انت؟ قال له لا الحمد لله ما صار لي شيء. قال له طيب شفت شيء؟ قال له اي والله العظيم اني شفت اشياء وصارت لي اشياء وصار كذا وكذا وكذا وكذا. يقول ابو نايف انا حكيته بالسالفة كاملة وايش اللي صار في البيت. قال له الشايب ترى مو انت اول واحد يسكن في هذا البيت، ولكن انت اول شخص يسوي ترميم لهذا البيت، ولكن نصيحتي انك تطلع من هذا البيت وما عاد تسكن في هذا البيت. ياما ناس كثير جو حاولوا انهم يسكنوا هنا، ولكن زي ما انت شايف البيت مهجور له فترة جدا طويلة، وممكن مهجور من 15 الى 20 سنة. وعلى حسب الكلام اللي سمعناه من الناس اللي جو يسكنوا هنا انه هذا البيت مليان جن وساكنين فيه ورافضين انهم يطلعوا، وصار هذا البيت ما حد يسكن فيه، واهل البيت او اصحاب البيت حاولوا يدفوا البيت باي سعر حتى لو بسعر قليل، بس اهم شيء يفتكوا ويخلصوا من هذا الشيء. يقول ابو نايف رجعت البيت وكلمت زوجتي وكلمت بناتي انهم يتجهزوا وناخذ اغراضنا ونحرك على طول. يقول كلمت بنتي الكبيره انها تروح تنادي اختها هذيك اللي منعزله. راحت البنت الكبيره الين عند اختها، ونفس القصه اللي صارت مع الام صارت مع البنت الكبيره. يقول فتحت الباب كانت الغرفه مظلمه وشافت البسه السوداء ذي. يقول اول ما شافتها هنا البسه السوداء على طول حاولت انها تنط عليها. اول ما شافتها البنت الكبيره هنا انفجعت ورجعت لورا وطاحت، وقعدت تطالع في البسه وترجع لورا وهي خايفه تحاول انها تقوم، وكانت تصرخ تقول بسه سوداء بسه سوداء، كانت تصرخ باعلى صوت. يقول ابو نايف احنا كلنا جينا ونبغى نشوف ايش اللي صاير. يقول جينا نطالع فيها الا البنت قاعد تحاول انها كذا تتنازع وتحاول انها تقوم. راحوا لعنده ويقروا عليها المعوذات ويقروا عليها ويطالعوا في الغرفه الا الغرفه مظلمه. يقول ابو نايف انا قمت لين عند الغرفه ابى اولع النور، ولعت النور الا بنتي موجوده على السرير. اطالع في بنتي يقول والله العظيم اللي قاعد اشوفه ما هي بنتي، كانه يعني شيطان في جسد بنتي، وجهها زي شيطان، وجهها كان جدا قبيح وغريب. يقول بديت اقرا عليها المعوذات وايه الكرسي. قال لها يا بنتي احنا دحين طالعين من البيت. قالت انا ماني طالعه من البيت، انتوا تبي تطلعوا اطلعوا لوحدكم، انا ابغى اجلس في هذا البيت وماني طالعه من هذا البيت. قال ابو نايف والله العظيم انك لا تطلع من هذا البيت غصب. يقول ابو نايف جيت امسكها وحاولت اني اسحبها عشان اطلعها من البيت، ما قدرت، فيها قوه غير طبيعيه، حاولت اني اسحبها ما في. ناديت زوجي وبناتي وولدي انهم يجوا ويمسكوها معايا، فعلا جو حاولوا يمسكوها، ويقول كتفناها وربطناها، ربطنا رجولها ربطنا يدها، اخذوها من الغرفه وودوها الين السياره بالقوه. يقول قعدنا نعاني واحنا نحاول نشيلها وهي تحاول انها تفك نفسها، الين دخلناها السياره وخلاص قعدناها هناك قفلنا الباب عليها. يقول ابو نايف خلاص انا رجعت البيت قفلت كل الابواب وقفلت باب البيت، وعلى طول دعست دعسه واحده من الطايف الى الرياض. يقول من بعدها هنا ابو نايف قعدت للاسف 1.5 سنة وانا اعاني 1.5 سنة واحاول اودي بنتي من راقي الى راقي، اوديها من راقي الى راقي الين ما انها تتعالج، والحمد لله بعد 1.5 سنة بنتي تعالجت، ومن بعدها ما عاد قربت
طايف ابدا ولا قرب البيت نهائيا. بعدها هنا ابو نايف عرض البيت حقه في اكثر من مكتب عقار، وقال لهم انه اي واحد بيجي ياخذ هذا البيت ابغاكم تقولوا له بحكايتي، ان وافق عاد بكيفه، وان ما وافق خلاص عاد انا قلت لكم الحكايه بالكامل. يقول هنا ابو نايف بعد تقريبا 6-7 سنوات الى الان البيت هذا مهجور ومقفل ولا عاد جيته نهائيا ابدا. كذا يا جماعه الخير وصلنا نهايه قصتنا لهذا اليوم. ممكن هذا البيت يا جماعه الخير اللي كان فيه ابو نايف من اول مسكون، ولكن لما اشترى البيت راح العقار ما قال له انه هذا البيت مسكون، او اهل البيت ما قالوا للعقار انه هذا البيت مسكون. فهنا يجي واحد ما يدري عن البيت اي شيء يشتريه ويورط فيه، فالمفروض انهم يتكلموا اذا انه البيت هذا مسكون او لا. وغير كذا يا جماعه الخير دائما حصنوا نفسكم وتعوذوا من ابليس واقروا المعوذات دائما. وبس يا جماعه الخير اتمنى انكم استمتعتوا بالقصه ودخلتوا جو معايا. اذا عجبتكم القصه وحابين قصص اكثر زي كذا اعطوني لايك ورونا دعمكم وانشروا المقطع طبعا. فبس لا نقول لكم وداعا بل اللقاء في قصص اخرى ومقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.